ليه لازم تكشف كشف علاج طبيعي قبل ما تبدأ رحلة العلاج الطبيعي بتاعك؟ السؤال ده أنا يمكن جاوبت عليه في بعض الفيديوهات، بس أنا جاي أأكد عليه وباقول شوية معلومات جديدة. كشف العلاج الطبيعي يا جماعة مهم جدًا، ولو رُحت لدكتور علاج طبيعي مش هيكشف عليك قبل ما تبدأ، خُد فلوسك وامشي، ما تعملش علاج طبيعي في المكان ده. ما تفرحش بإن أنت ما دفعتش فلوس كشف، فبالتالي خلاص أنا موفّر. الكشف ده هو أهم حاجة في العلاج. أهم حاجة في العلاج هو الفحص، هو وضع الخطة العلاجية. الخطة العلاجية اللي أنت بتبقى جاي بيها مكتوبة من دكتور العظام أو دكتور المخ والأعصاب بتكون مختزلة جدًا وليست هي فحص العلاج الطبيعي. هو الدكتور طبعًا مشكور بناءً على التشخيص اللي بيكون مشخّصه، بيبدأ يحوّلك لدكتور علاج طبيعي ويدّيك شوية رؤوس أقلام كده، محتاج تعمل شوية أجهزة علاجية، تمرينات، علاج يدوي. مثلًا هو لا يدري بأنواع العلاج اليدوي اللي بتتم، أنواع التمرينات العلاجية وأنواع الأجهزة العلاجية، لأن ده مش تخصصه. دور بقى دكتور العلاج الطبيعي الشاطر هنا إن هو يبدأ يعمل لك عملية فحص كامل، يعمل لك فحص قوامي، يشوف هل في انحناءات في القوام والّا لأ، يقيّم قوة العضلات، الflexibility بتاعة العضلات، التوازن. مش كل مرضى الغضروف مثلًا بنتعامل معاهم تعامل واحد. ليّا أصدقاء دكاترة مخ وأعصاب تواصلوا معايا: يا دكتور قُل لنا يعني أنت بتحتاج مني إيه في التحويل ليك عشان لمّا أحوّل لك العيان لك التشخيص بشكل مضبوط. ودي حاجة بتسعدني جدًا وما بيننا محادثات في ذلك. فحص العلاج الطبيعي هو في غاية الأهمية لو فحصت عند دكتور عظام. أزيدك من الشعر بيت: أنت حتى لو جاي لي من دكتور علاج طبيعي زميل، أنا هافحصك تاني. ليه؟ لأن عارف أنت المثل اللي بيقول لك كل شيخ وليه طريقة؟ لأ، إحنا نفس القصة دي عندنا. هي طبيعي إحنا كلنا ماشيين بمنهجية علمية، لكن كل اللي هيشتغل أو الشخص اللي هيشتغل ليه طريقة. أنا كام من حالات جات لي علاج طبيعي قُلت له: أنت ما لكش علاج طبيعي عندي. يا دكتور ده أنا جاي لك وعلى الاسم وعلى السُمعة. أنت ما لكش علاج طبيعي عندي، أنا مش هاقدر أساعدك. أو إحنا متوقعين التحسن بتاعك 50%. هل ال50% دي مرضية بالنسبة لك والّا لأ؟ يقول لي: لأ. أقول له: خلاص يبقى ما نبدأش خطة العلاج من الأول. لازم نبقى عارفين البلان اللي إحنا حاطينها قد إيه. وفي عيان بييجي لي من الأول أقول له: أنت إن شاء الله بفضل الله هتتحسن بشكل كويس. في عيان باقول له: هنبدأ نعمل علاج طبيعي عادي، ولو احتاجنا فحص رسم عصب أو حاجة بعد فترة في حالات الإنذار الغضروفي هنعمل. في عيان بييجي لي من أول لحظة أقول له: لازم تعمل رسم عصب. الكشف والفحص بتاع العلاج الطبيعي في غاية الأهمية، في غاية الأهمية. تحديد خطة علاجية كاملة. أنا عايز أقول لك أنا بييجي لي مرضى من السعودية ومن الإمارات ومن الكويت ومن محافظات مصر المختلفة. أنا عياداتي كلها في القاهرة حاليًا، فقط من أجل ذلك الفحص اللي أنا باقوم بيه شخصيًا في المراكز بتاعتنا كلها، عشان أحدد خطة العلاج. طبعًا تنفيذ خطة العلاج مهم جدًا، هو ده العلاج. بس لو هانفذ حاجة أنا مش عارف إطارها إيه، مش عارف الخطة بتاعتي إيه، متوقع النتيجة إزاي. معاكم دكتور حازم طارق، أشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله. سلام عليكم.